لو فتحت اليوتيوب دلوقتي هتلاقي نوع من القنوات بقى ترند جدا، قنوات النقد. القنوات دي فكرتها انها تتابع اي يوتيوبر مشهور، اي فيديو مكسر الدنيا، وتبدأ تفصصه ايه اللي عجبهم وايه اللي مستفزهم. بس السؤال، هل قنوات النقد دي فعلا بتخدم المشاهد ولا بتعيش على اكتاف غيرها؟ في جانب إيجابي، قنوات النقد دي ساعات بتكشف أخطاء بتوعي الناس وبتخلي المشاهد يفهم إن مش كل حاجة بتلمع بتكون دهب. يعني بتكون زي عين نقدة بتقول للناس خدوا بالكم دي مش الحقيقة كلها. لكن برضو في جانب تاني مظلم، إن بعض القنوات دي بتحول النقد لفضايح وتشويه وتعيش على دراما غيرها. كل فيديو يتحول لسخرية أو تهكم، والهدف الأساسي مش التوعية، الهدف هو المشاهدات والترند. والأغرب إن النقد نفسه بقى محتوى يجيب ملايين. النقد سلاح ذو حدين، لو اتعمل باحترام وموضوعية بيفيد الناس، لكن لو اتعمل بهدف الشهرة والفلوس بيولع الترند مؤقت بس بيخلي سمعة ناس بتتحرق. ورا الكاميرا قنوات النقد ليها عالم تاني خالص، عالم مش بيبان للمشاهد العادي. اليوتيوبر الناقد مش بيقعد بالصدفة كده يلاقي فيديو ينتقده، لا، ده في خطة كاملة. في قنوات بتتابع كل الترندات أول بأول، جروبات سرية بيتبادلوا فيها الروابط أول ما الفيديو ينزل. في قنوات تانية بتحضر سكريبتات جاهزة من قبل ما الفيديو ينتشر، وأول ما يلمع يكونوا محضرين الرد الساخر أو النقد اللاذع. والأغرب إن بعضهم بيراسل اليوتيوبرز نفسهم. زي ما بقول لكم كده، في كواليس ممكن الناقد يتفق مع صاحب الفيديو الأصلي، ههاجمك عشان نولع الترند وانت رد عليا والجمهور يتفرج واحنا الاتنين نكسب. ورا الكواليس برضو في حسابات دقيقة، مين الفيديو اللي يستحق يتعمل عليه نقد عشان يجيب مشاهدات، وازاي يتقال الكلام بشكل يثير الجدل من غير ما يوصل لقضية أو تبليغ. وحتى اختيار العنوان أو الصورة المصغرة بيكون مدروس إنه يولع ويشد الناس مهما كان المحتوى عادي. يعني اللي انت شايفه نقد عفوي في الحقيقة هو صناعة كاملة، ترند محسوب، كلمات متعمدة، ولعبة بزنس كبيرة. فالمرة الجاية وانت بتتفرج فيها على فيديو نقد فكر، هو ده نقد حقيقي ولا مسرحية معمولة ورا الكواليس عشان انت تدخل وتشوف وتعلق؟ السؤال هنا بقى، انت كمشاهد بتشوف قنوات النقد كحقيقة وصوت جريء ولا كترند عايشين على دراما الغير؟ هستنى اجاباتكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان نكمل مع بعض سلسلة خلف الشاشة.